صباح الخير. نحن نص دقيقة إن شاء الله هنبلش. اليوم هناخد مع بعض مدارس علوم الاجتماعية من الكتاب. أهلا، السلام عليكم. صباح النور. هناخد اليوم درس مناهج العلوم الاجتماعية من الكتاب، لأنه أخذناه المرة الماضية من الباوربوينت. فهنبلش مع بعض نعمل شير، بس خلينا، في ناس عم بتفوت. هنبلش نعمل شير لمناهج علوم الاجتماع. هنروح على هذا الدرس من الكتاب حتى نكون هيك درسنا بمرتين. أكيد نحن عم نحكي عن علم اجتماع، ولكن مش مادة علم الاجتماع، هي الرأي الفلاسفة في علم الاجتماع. كيف يجب أن نضع منهاج لعلم الاجتماع؟ حتى أنا أحكي بمنهاج لعلم الاجتماع فلازم حط إشكالية. يعني بدي أقول شو هو المنهاج المناسب لأدرس الظاهرة الاجتماعية؟ هل هو المنهج التفسيري اللي بنستخدمه بعلوم الطبيعة؟ ليه منهج تفسيري؟ لأنه بعلوم الطبيعة نستعمل منهج الملاحظة، اللي أنا ببلش بمقدمة، ومن خلال هذه المقدمة بوصل لتفسير للنتائج، بشوف شغلة قدامي وبلاحظها. وأيضا المجتمع ممكن لاحظه، فبيعتبروا أنه المجتمع ككل هو الأساس مش أفراد المجتمع، والمجتمع هو ظاهرة تدرس بالطريقة التفسيرية. لا، في رأي تاني بقول لا، الأفضل للباحث الاعتماد على المنهج التفهمي. وما هو المنهج التفهمي؟ هو رؤيتك أو فكرك أنت أو وجهة نظرك لهالموضوع.
فبيعتبروا إنه هون أصبحنا بالمدرسة العقلية. صباح الخير للي فاتوا جداد معنا. نحن بلشنا هلأ يعني عم نحكي عن مناهج علوم الاجتماعية من خلال كتاب المدرسة. أكيد المطلوب مني دائما يعني مش إنه سطر، مطلوب مني مقدمة وإشكالية. الإشكالية عم ركز عليها لأنه هي الأساس، يعني أنا بدون إشكالية ما في موضوع. فدايما بدي أعرف الله وين حاطني أو عن شو بدي أكتب. بدي أسأل هالسؤال: أي منهج بدي أعتمد؟ أي طريقة؟ نحن بنعرف إنه في 3 مدارس: عقلية، والتفهم عقلي. الملاحظة أو المؤثر الخارجي هو المنهج التفسيري، وفي الحركة. بس دايما مطلوب مني مدرستين مش 3. بهذا الدرس طالبين مني المنهج التفسيري، يعني الملاحظة بمنهج علوم الاجتماعية أو علوم الطبيعة، وهو نفسه المنهج تبع التجريبي أو المؤثر الخارجي. طيب بالموضوع، أنا يا جماعة بدي أقول أنا عم بحكيك عن موضوع مهم. في شيء أهم من المجتمع اللي نحن عايشين فيه. الإنسان أين يعيش؟ يعيش في مجتمع، لذلك هذا الموضوع مهم. لذلك العلوم الاجتماعية ظهرت على يد أوغست كونت. هذا إنسان عمل دراسات وحط منهج لعلم الاجتماع، واهتم بدراسة الظواهر أو الأحداث الاجتماعية اللي ناتجة عن معيشة الناس مع بعضها البعض. وتقدم العلم وصار كتير مهم، واستقطب علماء الفلاسفة، لأنه لا العلم صار مهم، الفلاسفة لازم يتفلسفوا عليه. وأيضا علماء العلوم الإنسانية بالسياسة والتاريخ والاقتصاد كلهم حكيوا بعلم الاجتماع. بحثوا عن المناهج اللي بتلائموا، ولكن توصلوا إلى اختلاف. يعني قدروا يتوصلوا للمناهج لكن توصلهم أدى إلى اختلاف. هنبلش بأول اختلاف أو بأول نظرية. بعرف إنه شربل بحب يسطر بهيدي المقدمة كلها مطلوبة، وهيدول أكيد الأسئلة مطلوبين، لكن أنا ممكن اختصر بعض الكلمات. يعني ممكن أقول العلوم الاجتماعية ظهرت على يد أوغست كونت، اللي اهتم بدراسة المجتمع وما يحدث به من نتائج. أوكي، وهالعلم تقدم وأصبح محط اهتمام الفلاسفة وعلوم السياسة والتاريخ والاقتصاد. اتفقوا على وضع منهج، لكن اختلفوا وين منبلش. هل منبلش من العالم الخارجي أم منبلش من فهم وفكر الإنسان؟ هنبلش بالمنهج التفسيري، يعني العالم الخارجي. أحمد مشورب عزبك، وهنعمل اللعبة الحلوة اللي بحبها كثير من الناس، وهي التسطير. يعني هندهن بويا. تفضل سيد أحمد شورب. هي أول كلمة مش باينة. بينت عندك؟ مش يعتبر ديركهايم المؤسس الفعلي للمنهج التفسيري الذي اعتمده في دراساته، كما يعتبر من أفضل المراجع بين علماء الاجتماع حتى اليوم. أما أهم المبادئ التي اعتمدها ديركهايم فهي دراساته للظواهر الاجتماعية. لاحظوا أنا 3 كلمات بتهمني بأول شغلة. ديركهايم هو المؤسس للمنهج التفسيري. أوكي، طيب شو هيدا المنهج التفسيري؟ أهم المبادئ للمنهج التفسيري. هنبلش بأول مبدأ. شو قال؟ أراد ديركهايم أن يجعل من علم الاجتماع علما وضعيا مستقلا يعتمد على الوقائع الاجتماعية في جميع جوانبه، طيب على مهلك بده يجعل من علم الاجتماع علم مستقل. كلمة وضعي أي ليس دين، وفي ذلك مغزى. إن هو ما بده الأمور تأتي من الخارج، مع أنه هو منهج تفسيري، لكن يقول لك أنا تفسيري خارجي، لكن حدودي الكون، ما حدودي خالق الكون. أنا ما بدي أروح على هذا المنهج، فأنا بدي أحط علم مستقل. هذا العلم المستقل الاجتماع قائم على مين؟ يعتمد على الوقائع الاجتماعية. أكيد الوقائع الاجتماعية
هيدي بدنا ندرسها الوقائع الاجتماعية من حيث السياسة والاقتصاد والسلوك واللغة، قابلة للتفسير على مبدأ الحتمية. شو يعني الحتمية؟ يعني الأسباب نفسها تؤدي إلى النتائج نفسها. هذا مبدأ الحتمية، الأسباب نفسها، ولكن بدنا نضيف شغلة مهمة. نغير شوي القلم، وأنا عندي قلم تاني. أوكي، هدول أوكي، نرجع نشوف إذا في قلم. حدا معه قلم يعيرنا يا شباب؟ إذا حدا عنده قلم تاني، حدا يعطينا قلم. أنا بحب هيدا القلم على كل حال، ما مبين معي القلم التاني. طيب، بالظروف نفسها، يعني نفس الظروف. أنا فيني أغير هذا الكلام بكلمتين صغار. أراد ديركهايم، أو أهم مبدأ للمنهج التفسيري الذي وضعه ديركهايم، جعل علم الاجتماع علم مستقل يدرس الواقع بكل جوانبه. أوكي، على مبدأ الحتمية، الأسباب نفسها بنفس الظروف بتؤدي لنفس النتائج. بهالطريقة بكون أنا بدون ما أعذب حالي بالحفظ. شو رأيك يا شربل؟ بدون ما نعذب حالنا بالحفظ صرت حافظها لأنه أنا فهمتها. طب ارجع عيدها مرة ثالثة عشان الحبايب. علم الاجتماع علم مستقل، أوكي، بدرس الظواهر من جميع جوانبها، بيعتمد مبدأ الحتمية، الأسباب بنفس الظروف تعطي نفس النتائج. فإذا أنا ركزت على هالفكرة وخلصت منها. رقم 2، علم الاجتماع ليس علم علاقات فردية، هو المجتمع ككل. يعني بيعتبر المجتمع ككل، أو بيعتبر أنه المجتمع هو كائن مستقل له حياته وقوانينه، بمعزل، أو حتى نسهل الكلمة، بغض النظر عن الأفراد اللي عايشين. يعني أنا هقول شغل، المدرسة هي مدرسة، السنة الطلاب فيها، السنة اللي جاي يمكن إن شاء الله، طبعا أنا مش عم نحكي أنتوا، السنة اللي جاي إن شاء الله الطلاب بالجامعة. فهذه المدرسة بعد كيان مستقل بغض النظر عن الأشخاص اللي هن فيها. يمكن أنا اليوم عايش، بكرة ما أكون عايش، لكن واحد بنط بقول لي لا أستاذ الله يعطيك طول العمر، إن شاء الله ضلني عايش بقلوبكم. هيك بصيبة زي الناس اللي هي بتعيش معنا على طول. طيب، أحمد مشورب، تفضل. قطشنا عليك بالحكي، بس أعطيناك هيك شغلتين. الشغلة الثانية حتى نأكد عليها، المجتمع ككل بغض النظر عن أفراده. فهذه هي الفكرة، نحن ندرس كل المجتمع. طب 3 سيد أحمد، أنا عزبك. لا يمكن تفسير الأحداث الاجتماعية بردها إلى إرادات الأفراد، بل يجب تفسيرها بردها إلى أحداث اجتماعية أخرى تعتبر سببا لحدوثها. أوكي، الأحداث الاجتماعية تفسر بأحداث اجتماعية تانية. يعني زي ما بقولوا التاريخ يعيد نفسه. أنا اليوم بلاحظ في اختلاف كان على رئيس الجمهورية، انتخبوا رئيس جمهورية، رجعوا اختلفوا على الحكومة، رجعوا اختلفوا على الحكومة، رجعوا اختلفوا على الحكومة، وهكذا دولة. التاريخ يعيد نفسه. تمام؟ هيدا باختصار. أهلا بك سيد عدنان، اشتقنا لك يا زلمة، صدق كم حصة مش عم تحضر معنا. طب عدنان تفضل. يظهر الحدث الاجتماعي على شكل ضغط خارجي يترجم في ضمير الأفراد بالتزامات عقائدية وأخلاقية، كما يظهر في المؤسسات بالالتزامات المادية وقوانين مدنية وجزائية. إذا عندي شغلتين بسيطين جدا. هيدي الصوية بتقول لكم صباح الخير. امبارح كان عندها اونلاين، جيت فوت معها اونلاين، بتقول لي اطلع اطلع ما تفوت معي، بس هي بتفوت معي اونلاين. شو بدنا نقول لها؟ شو بدنا نقول للبنت الحلوه؟ يلا قولي لهم باي عشان نشتغل. ايه، يلا قولي لهم. شو؟ طب خليك، يلا اوكي. ما انا ما خليتيني امبارح
شو يا عدنان؟ ما خلتني فوت معها اونلاين. طب معقوله؟ بتقول لي امشي امشي، ما خلتني فوت مع المعلمه وهي بتفوت معي اونلاين. شو زعلانه؟ طب اوكي يلا خلينا نقول الحدث هو له علاقه بمؤثر خارجي، هيدا بأثر بالمجتمع وبيلزم الافراد. نفس الشيء المؤسسه بتحط قوانين تلزم الافراد، معناتها المجتمع والمؤسسه هن اللي بيلزمونا. شو لازم فوت اونلاين ولا ما فوت اونلاين مع الناس؟ شو بيقول القانون؟ شو يا عدنان؟ ولا لا ميرال؟ شو القانون بيقول؟ لازم تفوت معي اونلاين ولا لا؟ ما بدي هات لشوف لك مين في من الصبايا. هبه لازم ميرال تفوت معنا اونلاين ولا لا؟ ما خليتنا تفوت على حصتها. شو يا هبه؟ خليها معنا بنتسلى. نتسلى خليها معنا طبعا، انه انا بزهق. طيب ماشي الحال، لك شعبيه اكثر مني بابا. طب الحدث الاجتماعي يعبر عن حقيقه، ايه؟ حقيقه ما خاصه بالافراد، يعني حقيقه متساميه. هذه الحقيقه بغض النظر عن الاشخاص. اوكي؟ الحدث الاجتماعي مش نابع من توافق الافراد، بل هو نابع من روح الجماعه. الحدث الاجتماعي جاي من روح الجماعه. تمام؟ مين حط بالسي؟ هات لشوف مين حط بالسي. هيدي مين حط بالسي يا شباب؟ هيدي سيلين. سيلين حاطه بالسي. اوكي تمام. ما بعرف بابا، اساليها يا سيلين ليه حاطه بالسي اليوم؟ كل يوم بتحط بالسي. ليه حاطه بالسي يا سيلين؟ هات لنسالها. ليه حلوة. لانه حلوه، لانه بتعبر عن شعور داخلي. يا جماعه روح الجماعه، في مجتمعات بتحب البسس وفي جماعات بتشوط البسس بتأذي البسس. هيدا يا جماعه حتلاحظوا انه روح جماعه. في ناس هن عباره عن كل ما يشوفوا بس يقولوا حبيبه قلبنا، وفي ناس بيعذبوها وبيضربوها وبنقفوا عليها. هيدا حسب كل مجتمع. تمام؟ رقم 7 تفضلي سيدي. سبعة. علينا دراسة الحدث الاجتماعي كالأشياء المادية بعيدا عن تأثير المذاهب والفلسفات والأفكار، وهذا ما دفع بدوركهايم إلى دراسة ظاهرة الانتحار في السجلات الإحصائية، معتبرا أنها ظاهرة مستقلة موضوعية كسائر الظواهر. ظاهرة الانتحار أو أي ظاهرة ما بدي أخذها بالأشخاص، بدي أخذها بالأرقام. أقول انتحر 100 من أصل مليون، فبشوف نسبة الانتحار. لكن بالمذهب التفهمي بدي أفهم ليه كل شخص انتحر وشو هي دوافعه وشو هو يعني زي ما بيقولوا طائفته وميوله، كمان وضعه الاجتماعي. كله هيدا بدي أفهمه. لكن هنا بناخدها كأرقام كإحصائيات بالمنهج التفسير. رقم 8 هنروح عند مصطفى. تفضل مصطفى. يا أستاذ. ايه عم بسمع. أي رأي؟ يمكن الملاحظة الوقائع الاجتماعية في السلوك الفرد ولباسهم وعاداتهم وتقاليدهم وفي علاقاتهم اليومية مع الآخرين وفي القوانين والخطابات والسير الذاتية. السيرة الذاتية يعني باختصار شديد أنا ممكن أجي لأي كتاب وشوف مين هن الناجحين أو شوف شو هن القوانين، أو ممكن أنا أيضا شوف عادات وتقاليد الناس. قصده أنه يدرس علم الاجتماع من خلال الظواهر اللي موجودة بالمجتمع بكل أنواعها. وأيضا يمكن التنبؤ بعلم الاجتماع ماذا سيحدث، كما يتم التنبؤ في علوم الطبيعة. يعني بيعتبر انه علم الاجتماع مثلا شاف اثنين قاعدين مع بعض، بيعتبر انه هيدول بيحبوا بعض او هيختلفوا مع بعض.
شو الخطوات المنهجية تبعيت نظرية التفسيرية؟ تبدأ بالملاحظة، بعد ما لاحظ بحط الفرق دي، وبعدين بدرس الإحصاءات أو بجمع الإحصاءات، لأنه في طريقتين لتجيب اليوم معلومات، يا بتدرس السجلات وهذا المنهج التاريخي، أو في منهج تاني إن أنا أقدم استمارة أو مقابلة وجيب زي ما بيقولوا معلومات فريش، هذا زي المصاري الفريش اللي بالبنك. بعدين بعمل مقارنة، بعد ما أخلص المقارنة برجع بعمل تجربة، وهيك أنا بكون عملت خطوات المنهج. خلينا نبلش فيهم واحدة واحدة عن شربل، لأنه بحب شربل التعليم. أين أنت يا سيد؟ شربل شربل شربل، هي تفضل شربل. الملاحظة، قل لي أنت اقراها مرة وقل لي شو اللي حاب تعلمه فيها. ايه استاذ. ايه، قل لي بالملاحظة شو اللي انت اقراها مرة، وانت بعد ما تخلص قراءة قل لي والله انا بلاحظ انه هالثلاث اربع جمل او هالثلاث اربع كلمات هن بيعبروا عن هالثلاث اربع جمل. شو بده يحدد اول شيء زي ما اخذنا بخطوات موضوع الدراسة. ايه، لاحظتوا اللي اعطيناكم هلا وهالتوقيت تحديدا الدرس اللي اسمه يعني عناصر البحث الاجتماعي، لانه بدنا اياه ناخذه بماده الاجتماع بالفلسفه. ما اعطينا اول السنه وما دخلنا بالامتحان الاستماره والمقابله، اعطيناكم اياه لانه ربطناهم بهيدا الدرس علشان انت تتذكر انه بالملاحظه اول شيء بدك تحدد الموضوع. طيب، وبدك تتاكد من العينه، مزبوط، ان تكون معبره عن الواقع اللي هي تتصف بصفات مشتركه. وبعدين بسجل الملاحظات. لاحظوا شو شغلي، أول شيء قام فيها هي أنه حدد موضوع الدراسة وأخذ عينة بتعبر بشكل واقعي وصفاتهم مشتركة، نزلي بقى شطورة. وبعدين سجل الملاحظات. طب شرب الفرضية، تفضل شرب، عم تسمعني؟ لا يا أستاذ، يقترح الباحث فكرة أولية كحل الظاهرة موضوع الدراسة ويحدد الخطة التي يجب أن يتبعها في دراسته. باختصار شديد أنا اليوم بدي أحدد فكرة أولية كحل، لذلك دائما الإشكالية هي عبارة عن سؤال، هذا السؤال يحمل في طياته الإجابة هل، وهل إيحائية. هل أنت بتشوف أنه لازم ندرس علم الاجتماع بأسلوب تفسيري، أم أننا يجب أن ندرسه بأسلوب تفهمي؟ يعني عم بقول لك أنا هيك عم بقول وجهة نظري وهذه الوجهة الثانية. الإحصاءات اليوم في أساليب كثيرة للإحصاءات، وهيدي قدرة يعني الإحصاءات تحول ظاهرة معنوية إلى عدد كمي. هقولكم مثال، أنا لما أقول في 100 شخص قالوا إيه و50 لا، يعني غالبية المجتمع نسبة 33%، يعني الثلث عم بيقولوا لا والثلثين عم بيقولوا إيه. فلاحظتوا أنا غيرت كلمة إيه ولا إلى رقم. هيدي أهمية الإحصاءات. ليه بسألك رأيك؟ لأطلع بالنهاية بنتيجة رقمية. المقارنة هي بتقارن بين ظاهرتين، أوكي، ولازم يكون في وحدة مشتركة متجانسة بيناتهم أو مختلفة. بمعنى أنا عم قارن مثلا بالطلاق، قارن عند أبناء المدن وأبناء الريف. لاحظوا الأساس المشترك هو الطلاق، لكن المختلف هو مدن وريف، وممكن بين أبناء الدين الواحد وبين تعدد الأديان. لكن بأكد أنه الملاحظة لازم تبنى على سجلات، يعني أنا لازم روح لإحصاءات لأرقام، بغض النظر أنه هذا المتزوج اسمه محمد أو طوني أو علي. فبالتالي أنا برجع للسجلات المدنية مش لنفسية كل شخص. ما يمكن يكون شرب الأحسن عريس، مش شرط أنه
إذا شربل طلع منيح معناتها كل اللي اسمهم شربل يكونوا منيح. فبالتالي هيدي وجهة نظره أن نعود إلى السجن. هنروح على التجربة. مين بعد معنا من الناس ما حكيوا؟ هبة شربل، أوكي. عدنان، مصطفى عرابي ما بيحكي لأنه عنده مشكلة بالمايك. سينتيا التجربة. تفضلي سينتيا. عم تسمعيني سينتيا؟ طب أنا هقول باختصار التجربة. رغم إنه ما فينا نجرب على الإنسان، ولكن دعا ديركهايم إلى الاستخدام التجربة على الإنسان. والدليل على ذلك أن المجتمعات الإفرائية أصبحت حقل تجارب اجتماعية وحقل تجارب طبية على هذه المجتمعات. أما الشعوب العربية فهي حقل للحروب ورؤية التنازعات. طبعا نعمل نقد للمنهج التفسيري. ما تمكن أي علم من تفسير الظواهر الإنسانية بمعادلات رياضية، ومعنى ذلك أنه في مشكلة أنه ما قدرنا نحول علم الاجتماع إلى علم ماثماتيكس، يعني علم رياضيات. لو قدرنا نحوله إلى علم رياضيات فأصبح علم واقعي. ونعم هلا بعد شوي فرجينا المس عشان تفايتي أونلاين. طيب أنا هلا بعد شوي لما تيجي المس بفوت كل الحصة أونلاين معك. أوكي. بالطب بعلم الأحياء الإنسان عجز عن تفسير ظواهر مادية، فكيف بده يفسر الجوانب النفسية؟ يعني أنا لما بشرح بعلم الطب ضفدع أو حتى إنسان أو حتى الكورونا ما قدرنا نلاقي له تفسير علمي واحد أو واقع أو منطقي ونكتفي بالنتائج، فكيف بدي يفسر الحالة النفسية للناس؟ يلا ست ميرال بتغادركم بتقولكم باي. هفوت معك كل الحصة اليوم، كل الحصة بدي فوت معك. لا شايفين؟ لا أنا ممنوع فوت، بس هي بدها تفوت. كيف نفسر فشل علم الاجتماع اللي تبنوا المنهج التفسيري؟ في علماء اجتماع تبنوا المنهج التفسيري ما قدروا يوصلوا لحقائق إنسانية. يعني بالنقد بدي أقول كلمتين. يجب تحويل علم الاجتماع إلى معادلات، هيدا فشلوا فيه علم التفسيري أو المنهج التفسيري. أيضا بالطب الظواهر المادية مش قادرين نفهمها وندركها أو نفسرها، فما بالنا بالظواهر النفسية. أيضا المنهج التفسيري ما قدر يحل كل المشاكل الإنسانية. نيجي للمنهج التفاهمي. المنهج التفاهمي أبرز علمائه هو دلتة وفيبر. بيحكي عن الحقائق الاجتماعية هي نسبية خاضعة لذهنية الأفراد أو لشعب من الشعوب، ما ممكن تفسيرها من الخارج. علينا الدخول إلى ذهنية الجماعة ونفهم كل شخص بشخصه. بهذا المعنى لازم أنا أعيش مع الناس وأفهمهم حتى أفهم ظواهرهم ومشاكلهم. هيدا فكرته إنه أنا بدي أشوف ضمير الناس، بدي أشوف الأحداث بالناس بالأفراد، وشوف داخلية الناس، وضرورة فهم الأحداث الاجتماعية بمعناها الداخلي، يعني بعلاقات الناس ببعضهم البعض. ممكن أربطها بالأسباب الخارجية. بدي شارك مع الناس بأحداثهم ومعيشتهم وجرب معهم حتى أقدر أفهم. هيدا منهج ابن خلدون. قال لك في منهج إنك تعيش مع الناس، لكن ممكن تأثر بالناس وتغير بعض الأمور. نحن ندعو إلى عدم العيش مع الناس، لا إنك تراقب من الخارج. من أنصار المراقبة من الخارج؟ إن التفسيريين، وروح على السجلات ما تروح على المجتمع. لكن التفهميين
طب أنا كيف بدي أفهمكم بدون ما أنا أفهمكم، بدون ما أعيش معكم؟ أنا ما فيني أعرف مثلا نفسية عدنان أو مصطفى لولا أنا بعرفهم من الأساس، يعني أنا عرفتهم بالعاشر فبعرف مين هن، وبعدين تعرفت هلأ بالصف على نفسيات تاني. فبالتالي فهمك للناس بتخليك تفهم طباعهم وتصرفاتهم. ما نهتم بالإحصاءات. ليه؟ لأنه هي أرقام ما إلها معنى إنساني. هرجع لخص هذا الكلام بكم نقطة صغار. المنهج التفاهمي، الحقائق الاجتماعية بدنا نفهمها بعقلية الناس، تمام، ونعيش معهم. 2، إدراك المعاني بضمير الناس. يعني عندي تأكيد عليك، بس يعني احكي مران. فبدي افهم نفسية الناس. التعاطف في دراسة الظاهرة هو اني ادرس نفسية الافراد داخليتهم. بدي افهم الاحداث الاجتماعية من خلال العلاقات بين الناس. بدي شارك مع الناس لافهمهم. فهو نفس الفكرة بس كل شوي عم بيلعب على الكلام. لذلك هتلاحظوا اهم نقطة مختلفة عن البقايا اللي فوق: ما تهتموا بالاحصاءات، ما إلها معنى، هي أرقام. اهتموا بالإنسان لنفهم الإنسان. عدم القدرة على التكيف مع الإحباط واليأس، فالجريمة ليست موضوعا رقميا. يعني أنا ما بدي أحكي عن الجريمة كجريمة كشيء مجرد، لا، بدي أحكي عنها عن ضاغط نفسي. يعني واحد ارتكب جريمة، وعلى فكرة الإنسان الذكي أو القاضي الذكي أو المحقق الذكي بيعرف أنه هالشخص استفز. ما حدا بيرتكب جريمة هيك. أحلى شيء شخص راح عند واحد على المخابرات أيام زمان وقال له إن فلان سب الرئيس. قالوا له لو ما استفزيته ما كان سب الرئيس، فحبسوه للي جاي يتشكى. وهذا ذكاء. فأنا بالتالي لما طب بابا هي قربت تخلص، أنا يلا يعني. فلذلك عدم القدرة على التكيف مع الإحباط قصدنا أنه ما ناخذ الجريمة كرقم، ناخذها كضاغط نفسي، مش أنه الجريمة واقع على المجتمع. نفهم أسباب الجريمة. لأفهم أسباب الجريمة بقدر حدد ليه صارت الجريمة وبحد منها. تميز أصحاب المنهج التفاهمي، وهيدي ميزة عندهم. وين قلمي؟ راح القلم. تميز بالتركيز إنه يروحوا على المجتمع ويعيشوا فيه ويكسبوا أكيد ثقة الناس ليدرسوا أي ظاهرة. طب هبة، أنا شوي لازم أشرب مي، فيك أعذبك تقرأي؟ أستاذ. نعم. وقد اعتبر جول منيرو أكيد منه منير لأنه منه عربي. أن الظواهر الاجتماعية لا يمكن أن تدرس كأشياء مستقلة لأنها تتمحور حول الإنسان وتتصل بحياته، فالإنسان يمتلك حرية الإرادة ولا يمكن إخضاعه لمبدأ الحتمية الذي يطبق على العلوم الطبيعية. ليه؟ من هنا ما ممكن أدرس الإنسان كرقم، إنه مجتمع. لازم أفهم كل شخص. وفي ذلك زياد الرحباني بيقول شغلة رائعة لما كان اسمه رشيد بأحد المسرحيات، بيقول له للحكيم النفسي، بيقول له إنه مشكلة الشعب اللبناني إنه ما بيفرز. قال له كيف يعني ما بيفرز؟ قال له معكوف، عكفته جاي عكس عكفة التاني، عشان هيك ما بيركبوا على بعض. لما العكفتين يكونوا زي بعض ما بيركبوا على بعض، يكونوا مختلفين ليركبوا على بعض. فهو بيعتبر انه كل عكفة رايحة باتجاه مخالف، لذلك ما في مجتمع متفاهم. انا ما فيني احكي عن مجتمع ككل، بدي احكي عن كل لون وطائفة ومعتقد، وشوف تأثير
مثلا لنقول مثلا شرب الكحول تأثيره مختلف بين طائفة وطائفة في لبنان. تمام؟ فلذلك هلاحظ إنه بدي أدرس كل الظاهرة وبدي شارك الوجدان أو الأحداث حتى أفهم. أوكي؟ حتى يقدر يشخص العالم الظاهرة. إذا ما فهمت مع الناس وما عشت مع الناس، عشان هيك اسمه منهج تفاهمي. نقد المنهج التفاهمي. نعذبك كمان هبة. مهما حاول عالم الاجتماع أن يكسب ثقة أبناء المجتمع الذي ينوي دراسته فإنه يبقى غريبا عنهم، لحظة، لأن هوقفك العلاقة هبة، هوقفك يا هبة. نحن وصغار شو علمونا أهلنا بالنسبة للغريب؟ عبارة إنجليزية مشهورة وقالوها بالعربي. شو لازم نحكي للغريب ولا ما نحكي للغريب؟ لازم احكي مع الغريب؟ لا أكيد. أكيد لا. don't talk to the stranger. فبالتالي أنا ما فيني أحكي مع الغريب. فإذا واحد غريب وأنا حاولت أكسب ثقته حيضلوا يعني. رحت عند زي ما واحد شاب راح يخطب صبية، لا ملاك وأهلا ملايكة. ليه؟ لأنه عارفينه جاي يخطب. لذلك دايما النصيحة شو بتقول؟ بتقول بدك تخطب صبية روح عندها قبل طلوع الضوء عشان تشوفها بلا ميك اب. وكمان بنفس الوقت ما تاخدها من عرس، خدها من تعزي. فأنا كمان إذا بدي أكتشف ناس ما بروح بقول لهم والله أنا جاي أخطب بنتكم، لا بدي أشوف هيدي البنت على حقيقتها، ما بدي أشوفها بالزيارة هي معروف شو الهدف منها. فإذا أنت غريب قال لي جاي والله أنا جاي إنه أحكي عنكم، حنلاقي مجتمع ملايكي. لذلك أنت اليوم للأسف الشديد لن تكتب الحقيقة مهما حاولت تكسب ثقة الناس، لأنك حنضلك غريب. أوكي؟ فبالتالي مش هيخبروك الحقيقة، أنت تكتب وهم. طيب رقم 2 حنروح عند مصطفى. وينه؟ مصطفى خياط مش موجود. اللي استاذ وين هو مصطفى خياط؟ عم فتش عليك يا زلمة. أين أنت؟ لقيتك. أوكي. رقم 2 كيف تفسر نجاح ديركهايم. لو انتبهت معنا ديركهايم كان صاحب النظرية الأولى اللي هو المنهج التفسيري، قدر ينجح. فكيف نفسر نجاحه وانتوا جاي تقولوا له لا انه ما بيسوى نعتمد على منهجه؟ يعني واحد عم بقول هيدا العالم تبع النووي اللي ماخذ جائزة نوبل منه منيح. نعم ماخذ جائزة نوبل للسلام الزلمة، يعني شيء قصة وحكاية، مينك انت لتقول عنه منه منيح؟ فأنا في منهج نجح، أوكي، وقدر يحكي عن الظاهرة الاجتماعية. طيب وباعتماده على الإحصاءات حقق نجاح باهر. كيف بدنا نقول منهجه مش منيح؟ فأنت أعابوا علي إنه نحن نجحنا، نحن التفسيريين نجحنا، كيف أنتم عم تقولوا مش هننجح؟ هي ننجحنا. وهيدا أحلى شيء لما تلميذ حدا يقول له ما تنجح أو مش متوقع لك تنجح، الرد الوحيد إنه شو يساوي؟ ينجح. معناتها كل النظريات البقايا صارت نظريات فاضية. رقم 3 يفتقر المنهج التفهيمي إلى الموضوعية تاركا نتائج علم الاجتماع لمين؟ خاضعة ذات لذاتية العالم العالم. وأهوائه. ما هو إذا ما أخذت المجتمع ككل، أخذت الأفراد، يمكن أنا أروح عند واحد بحبه، أو أنا مثلا بدي أعمل زي ما بقولوا دراسة مين بحب شخصية بصيدا، روح عند بيت البزري بلاقوا إنه بحبوا بيت البزري. روح عند بيت الحريري، أو روح عند ناس من موالين منها، روح على مدرسة تابعة لمؤسسة الحريري بتلاقي كلهم بحبوا الحريري، روح على مؤسسة تابعة لبيت سعد بتلاقيهم كلهم بيحبوا بيت سعد. لذلك أحيانا تستخدم الإحصاءات، وهذا سؤال بيجي بالامتحانات، تستخدم الإحصاءات لتشويه الحقائق مش دائما لإبراز الحقائق. فهذا يعني أنه عالم الاجتماع لازم
يكون قادر على المساهمة. فلما العالم الاجتماعي يعيش مع الناس أكيد بده يغير بالطباع. هون بحضرني قصة بسيطة. الواحد وقع ولما رجع بالزمن فضربته سيارة، اللي ضربته كانت مفروض تكون أمه، فأعجبت فيه للابن، فبالتالي هيدا الولد اختفى، فغير حقائق أنه أمه ما تزوجت به فهو لن يولد. لذلك باختصار شديد هنختم مع بعض. تفضل مصطفى. إيه. إذا كانت هذه النظرية قائمة على التفهيم عن توليف عصيا على الدراسة، مما يعني اعتماد منهج وحيد في دراسة لا يؤدي إلى النجاح في فهم الإنسان. ليه؟ أنا منهج واحد ما بفهم الإنسان، وبحضرني في ذلك صبية بتقول واحد عم بقول لخطيبة أنا مش فاهمك، قلت له أفهم حالي من أول يا جماعة باختصار شديد لا يمكن أن تفهم الصبية حالها، فما بالكم نحن بدنا نفهم الصبي. كفي صديقي العزيز، بس عم باخد صورة للحضور. طيب هختم. منهج واحد ما بكفي، لازم نعتمد على كل المناهج وهيدا المنطق بعلم الاجتماع. ونشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي الخميس اختبار بعيد الدرس. سلام. حد عنده شيء قبل ما يسكر الزوم؟ لا لا يا أستاذ لا. سلام عليكم.